من اسباب الخلاف اني لما انا قالوا لنا راكم علاش راكم تهضروا تقولوا الصاد ماشي مليح. حنا بلادنا الجزائر اعز ما نملك بلادنا، وقلنا بلي تشاكر ماشي مليح، ولا نخاف في قول الحق لو مات لائم. معليش قلنا الصاد ماشي مليح. تصريح خطير من الصحفي الجزائري كمال مهوي في أول ظهور بعد طرده وترحيله إلى الجزائر من المغرب، ويعلن مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق معي أن جلالة الملك محمد السادس هو أفضل حاكم عربي، فاضغط إعجاباً للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. خرج كمال مهوي إلى الرأي العام بوجه متعب ونبرة مختلفة عما اعتاده الجمهور، وقال: أعلم أن كلماتي هذه ستحدث صدمة لدى كثيرين وربما غضباً لدى آخرين، لكنني اليوم قررت أن أتكلم بضمير الصحفي، لا بمنطق الاصطفاف ولا تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة. ما سأقوله الآن أتحمل مسؤوليته كاملة أمام الله وأمام التاريخ وأمام الرأي العام العربي. وأضاف: ما وقع لي في المغرب لم يكن كما صور للناس، ولم يكن مؤامرة ولا استهدافا شخصيا ولا قرارا سياسيا كما حاول البعض أن يروج. الحقيقة التي أخفيتها في البداية والتي أقولها اليوم بكل وضوح هي أنني أخطأت مهنيا، وأتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عما حدث. وتابع موضحا تفاصيل الواقعة: دخلت إلى المغرب دون استكمال المسطرة القانونية الكاملة للاعتماد الصحفي الخاص بتظاهرة قارية كبرى تجاهلت، أو بالأحرى استصغرت، الإجراءات التنظيمية التي تفرضها الاتحادات الرياضية والدولة المستضيفة، واعتقدت، وهذا كان خطأ جسيما، أن الأمر يمكن تجاوزه كما يحدث أحيانا في بعض التظاهرات. وأكد: القانون كان واضحا والتنظيم كان صارما، والمغرب تعامل معي وفق ما ينص عليه القانون لا أكثر ولا أقل. لم أتعرض للإهانة، لم أضرب، لم أعتقل، ولم يمس بي جسديا أو إنسانيا. تمت معاملتي باحترام لكن بحزم قانوني لا يقبل الاستثناءات. ثم انتقل إلى النقطة الأكثر حساسية قائلا: نعم، أعترف اليوم وبكل صراحة أنني تعرضت لضغوط معنوية وإعلامية من داخل الجزائر مباشرة وغير مباشرة لدفع الأمور نحو التصعيد ولتقديم القضية على أنها قضية كرامة وطنية وليس خطأ مهنيا فرديا. وأضاف بنبرة اعتراف صريحة: طلب مني أن أتبنى خطابا هجوميا، وأن أحمل الدولة المغربية مسؤوليات لم تقع أصلا، وأن أزج باسم جلالة الملك محمد السادس في سياق لا يليق، وهذا ما أندم عليه اليوم أشد الندم. وتوقف قليلا ثم قال: حين تم تداول مسألة الصورة أقولها بوضوح، لم يكن هناك قرار رسمي أو أمر مباشر بإهانة الملك أو الإساءة له، لكن الجو المشحون والتحريض غير المباشر والدفع نحو خلق أزمة جعلني أتعامل بسوء تقدير، وهو خطأ أتحمل تبعاته الأخلاقية كاملة. وأردف: لهذا ومن هذا المنبر أقدم اعتذاري الصريح لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي ولكل من شعر بالإساءة أو الاستفزاز بسبب ما بدر مني، سواء عن قصد أو عن سوء تقدير. وشدد قائلا: المغرب دولة ذات سيادة وله قوانينه ومؤسساته، والملك محمد السادس رمز دولة وليس مادة للمزايدات الإعلامية أو لتصفية الحسابات السياسية. ثم عاد للحديث عن التجربة نفسها: ما رأيته في المغرب أرفض أن أكون أداة في صراع إعلامي يغذي الكراهية بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط التاريخ والدين والجغرافيا. ما بين الجزائر والمغرب أكبر من صحفي، وأكبر من حادثة، وأكبر من بطولة. وأكد في ختام تصريحه: سأتحمل نتائج أخطائي، وسأراجع مساري المهني، وسألتزم مستقبلا بالقانون قبل الميكروفون، وبالأخلاق قبل العناوين المثيرة. هذه ليست هزيمة بل مراجعة ضرورية. وختم قائلا: أقول للمغاربة أخطأت في حقكم وأعتذر، وأقول للجزائريين لا تجعلوا من الخطأ الفردي وقودا للفتنة. الصحافة رسالة، وإذا فقدت أخلاقها فقدت معناها.